السلام عليكم ورحمة الله. احنا الحين في عام 2016. ليه متى الناس تحكم على الناس من أذون الناس؟ يعني ما يصير انت تحكم علي من خلال، مو من خلال العين، لا من خلال الأذن. يعني تحكم علي من خلال أذنك، شنو سمعت؟ طيب وعينك شنو دورها؟ أنا أتوقع لو نسوي دراسة نقول مثلا منو أقرب أصحابك، يطلع أقرب أصحابك وهم الناس اللي كنت تسمع لهم كلام زين وكنت تكرههم، وفجأة بعد ما عرفتهم حبيتهم. فعلا، وهالشيء صار فيني أنا، إني أنا كنت أحكم على الناس مو من خلال عيني أو معرفتهم، لا من خلال إذني. شو يقولون الناس عنهم فأحكم عليهم، وهذا غلط. أنا عن نفسي الحمد لله تعالجت من هالشيء والله، لأني أنا متأكد إني أنا خسرت ناس زينة جدا جدا، والسبة إني ما كنت أحكم عليهم من خلال معرفتي، لا من خلال كلام الناس. لأن من المعيب إني أنا أحكم على شخص من خلال كلام البشر، مو من خلال تعاملي معاه. هذا أكبر خطأ والله، خطأ في نفسك. طبعا أغلب ناس يطيحون في فخ التعامل الخطأ المسؤولين، مدير، ناظرة، مساعدة مدير، وزير، اللي يصير يتعامل مع الموظفين بكلام اللي حواليه. كلام موظفين والله العظيم خلوقين ومحترمين طاحوا في فخ التعامل الخطأ، إن المدير ما تعامل معاهم، تعامل مع اللي حواليه فحكم عليهم. باختصار، أنت لما تجي تتعامل مع شخص الغي حاسة الإذن، قص إذنك، قصها وقطها، تعامل معاه بعينك باللي تشوفه. لا تخلي كلام الناس يخليك تكره ناس ثانية. مثلا أنا لا تكرهني، تعال ادخل في حياتي، جرب ودش، وأنا راح أقوم معك بالواجب وأعلمك إذا أنا زين أو مو زين. إحنا مشكلتنا نخاف من كلام الناس، كلام الناس يأثر فينا حيل، لذلك نصدق اللي نسمع على طول، ما نروح نبحث، ما نروح ندور بالشخص إذا زين أو مو زين. أجمل شيء بالعلاقات إنك أنت تكتشف الشخص بروحك، أنت مو غيرك اللي يكتشفه، أنت تكتشفه، أنت تبحث في سلبياته وإيجابياته وتحكم عليه بروحك. لذلك أنت احكم على البشر من خلال ما تراه عينك، مو ما تراه إذنك. الإذن مو للرؤية، العين هي اللي ترى. وسلامتكم.